صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه بس بدون دقيق. مشبعه جدا جدا، طعمها حلو هشه زي ما انتم شايفين كده، ومكوناتها بسيطه. بس قبل ما ابتدي الفيديو انا اماني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش كمان تقولوا لي على اي وصفات انتوا عاوزين نعملها على القناه الفتره اللي جايه. وبس كده، يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنحتاجها هنا بيضايه واحده عليها معلقه صغيره خل. هحطها في الخلاط كده بالشكل ده، وهحط عليها كوبايه جبنه قريش. لو مش حابين ان انتوا تستخدموا جبنه قريش ممكن تستخدموا لبن رايب او زبادي. هحط البيض مع الجبنه القريش في الخلاط بالشكل ده كده. بعد كده هضيف التوابل اللي انا عايزاها. انا ضفت ملح وشمر وينسون مطحونين كويس جدا، وضفت كمان معلقه كبيره من بذور الكتان، وهحطهم كده في الخلاط وهضربهم وده شكلهم. بعد كده هبتدي ان انا اضيف دقيق واحده واحده. انا مش مستخدمه دقيق ابيض، انا مستخدمه دقيق ذره. هضيف الدقيق بالتدريج بالشكل ده كده لحد ما العجينه تلم معايا. وهفضل اقلب بالشكل ده كده زي ما قلت لكم. بعد كده هضيف معلقه كبيره سمنه بلدي. طبعا السمنه البلدي هي اللي بتديها نكهه القرص الطريه العاديه اللي احنا بنعملها. وافضل اقلب تاني كده بالشكل ده. لو حسيت ان العجينه لسه محتاجه دقيق هضيف شويه كمان لحد ما العجينه تلم. بس انا مش عايزاها تكون ناشفه، انا عايزاها تبقى ملزقه شويه عشان ما تطلعش القرص ناشفه زياده. انا عايزاها تبقى هشه وطريه زي القرص العاديه اللي احنا بنعملها بدقيق الابيض العادي. هفضل بقى اعجن كده بالشكل ده لحد ما كل المكونات تختلط. وده شكلها اهو. بعد كده هجيب بقى صينيه مدهونه زيت وابتدي ان انا اشكل القرص. انا مش هسيبها تخمر ولا ترتاح ولا اي حاجه، انا هشكلها على طول. بس انت لو حابه ان انت تسيبيها ترتاح شويه غطيها وسيبيها ربع ساعه، وبعد كده ابتدي شكليها. هبتدي ان انا ارصها في الصينيه بالشكل ده كده. وبعد كده هحط على وشها شويه حبه البركه او سمسم. ممكن كمان لو حابه انه اللون القرص يكون اغمق شويه من فوق، ممكن تحطي شويه نسكافيه على معلقتين لبن وتقلبيهم وتدهني بيهم الوش بتاعها. بعد كده بندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 لحد ما تستوي وتاخد لون ذهبي خفيف. وبس كده، ده شكلها اهو. طبعا بعد ما بتخرج من الفرن بنغطيها علشان ما تنشفش. ودي شكلها اهو زي ما انتم شايفين. طعمها حلو جدا جدا، مشبعة، حلو قوي الصبح مع الفطار، مع الشاي بلبن، مع القهوة، تحفة. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في قناتي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وبس كده، باي باي.